كده صاحب البيت لقيته بيكلمني في التليفون ويقول لي انا عايز كيكه وابوس ايديكي ما تعملهاش بالشوكولاته. انا اسكت؟ لا والله، طلعت الشيف اللي جوايا كده وعملت له النهارده جاتوه الخلاط، حاجه كده مش قادره اقول لكم. هو طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. استنوا كمان هطلع لكم قطعه عشان تشوفوا الجمال والحلاوه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل كل امر عسير يا رب. بسم الله. بصوا بصوا جمال، يا نهار ابيض على الجمال. اللهم بارك. جاتوه ده بقى ولا مش جاتوه؟ بصوا شايفين الصوص نازل ازاي؟ خطيره بجد. بصوا بسم الله. بصوا بصوا الطراوه، طروه الكيكه بطريقه بجد حلوه جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. وتعالوا تحمسوا معايا وندخل على الفيديو. نظره اخيره. بصوا الكيك، على فكره هي يا دوبك احطها على الترابيزه كده جنب حاجه نشربها مش هتتبقى اصلا. بصوا ما شاء الله. بسم الله. معانا في الخلاط كوبايه من السكر، كيس كريم كراميل كامل، وهسيب العسل بتاعه عشان هنستخدمه في الاخر. تمام. معايا بسم الله كوبايه لبن، بعد كده معايا كوبايه من الزيت. هضرب بقى كل الكلام ده كويس جدا في قلب بعضه كده ونرجع تاني. ده كده بعد ما القوام اتضرب معايا. بصوا تقيل ازاي بقى، حلو جدا جدا. نعمل ايه بقى؟ هنشيل من الخليط ده كوبايه اهو وندخلها التلاجة. تمام. تعالي يا كوكي دخل دي التلاجة الاول بسرعه يا مكه. معايا بيضتين درجه حراره الغرفه. بسم الله. هنضرب كويس جدا جدا. كوكي في واحده فانيليا عندك ممكن تجيبها لي؟ على نحط واحده كده من الفانيليا. نضرب بقى الخليط ده كويس جدا جدا. معايا هنا كوبايتين من الدقيق ولازم يكونوا منخولين، عليهم كيس من البيكنج باودر. نجيب بقى الخليط اللي كان معانا كده في الخلاط بعد ما ضربت البيضتين كويس جدا. بسم الله وننزله كده اهو ونقلب كويس جدا جدا. هوريكم برضو القوام والشكل في الاخر. الكيكه دي بجد اختراع اهو. حاسه ان الخليط بصوا زي ما انتم شايفين تقيل شويه اهو. كده محتاج ايه؟ ربع كوبايه بس من اللبن. انا حطيتهم في الخلاط وايه قلبت بهم الخلاط كده ورجعت حطيتهم تاني. هاتي يا كوكي يلا الصينيه اللي احنا بنشتغل فيها. هي فين؟ كده قلبتها كويس جدا وده قوامها زي ما انتم شايفين اهو. تقيل سيكه عن العادي، ما يجراش حاجه. عايزه تخففيه برده مفيش اي مشكله خالص. الصينيه بقى اللي انا هشتغل فيها احط نقطه بسيطه جدا من الزيت كده اهو. وبعد كده اوزع كويس جدا جدا بالفرشه بتاعتي. دي هتساعدك ان هي ما تلزقش معاكي وتطلع معاكي بكل سهوله. هاتي يا كوكي الدقيق من وراكي يلا عشان نبطنها كويس جدا بالدقيق. يلا يا كوكي. هي فين؟ حط بقى شويه من الدقيق زي ما انتم شايفين ونقلب كده اهو يمين بقى كده اهو شمال لغايه لما ايه اعفر الصينيه كلها كده اهو. واي زوايد من الدقيق تخلص منها. هاجي على الحوض كده واقوم منضفه الصينيه منفضه الصينيه كويس جدا بحيث ان هي مبقاش فيها اي حاجه. بس انا مش مكتره دي اصلا، فما بصوا بقت يعني ما نفضتش حاجه. بسم الله وننزل الكيك بتاعتنا الخطيره دي اهو. نسوي بقى الكيك بتاعنا كده من غير ما اجي على القعر، من فوق خالص كده اهو. سويناها كويس جدا. نعمل ايه بقى بعد ما سويناها كده وتاكدنا ان كله توزع كويس جدا بالتساوي كده؟ نديها بقى خطوتين كده اهو وندخلها الفرن. ولازم يكون الفرن سخن عشان ما تاخدش معايا وقت وفي نفس الوقت تطلع هشه معانا ومرتفعه. الله
ولا قوه الا بالله. الكيك بتاعتنا الخطيره القمر طلعت معايا من الفرن اهيت ما شاء الله. بصوا يا جماعه، شايفين الارتفاع واخد لون حلو جدا. بعد ما استوت ولعت الشوايه بس دقيقه واحده بس، انا مش عايزه تاخد لون ولا حاجه، اسيبها بقى لغايه لما تبرد خالص وتعالوا عشان اقول لكم الجمال والحلاوه. كده يا جماعه الكيكه بردت خالص خالص، اتاكدت ان هي بردت. الكوبايه بقى اللي كنت عيناها في التلاجة هسمي الله واحطها على الوش. مش قادره اقول لكم الصوص ده عامل ازاي، بجد طعمه حلو جدا جدا ما شاء الله. اوزعه كده اهوت بالتساوي على الوش زي ما انتم شايفين. انا عايزه الوش بس يلمع كده ويبقى ايه، ياخد نكهه كده حلوه قوي، نكهه الكراميل طبعا وال كريم كراميل اصلا خطيره لوحدها اهو. وزعناه كويس جدا جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين. فاكرين بقى كيس الكراميل اصلا اللي كان في الباكت، انا كنت سايباه كده على جنب، هقول لكم دلوقتي هنزين بيه ازاي بطريقه حلوه جدا جدا اهو. افتحه فتحه صغنطوطه خالص رفيعه جدا وهمشي كده اهو زي ما انتم شايفين زجزاج كده اهو رايح جاي اهو اهو اهو. زودي يعني افضيه كله، بصراحه بيدي طعم حلو جدا جدا. خلصته زي ما انتم شايفين. هعمل ايه بقى؟ اي عصايه شيش طاووق عندك. طب ما عندكيش عصايه بالشوكه هنجيبها كده كده اهو كده اهو، هيديكي شكل حلو قوي زجزاج كده في الاخر تحفه اهو اهو زي ما انت شايفه كده. تعالي وروحي كده يديكي شكل حلو جدا جدا. سمي الله ونقطع بقى الجمال ده. ده جاتوه سواريه، جاتوه شاتوه كده حاجه يا نهار ابيض تنزل على القلب ما تنزلش في المعده دي. قطعيه بقى القطع اللي انت عايزاه. انا عن نفسي هقطعه قطع ايه ما تكونش تخينه قوي اهو، بحيث ان اللي ايه ياخد قطعه يخلصها على طول اهو اهو. ما شاء الله الكيكه ناجحه جدا جدا وشكلها بيتحدث عن نفسه طبعا. يعني كده صاحب البيت لقيته بيكلمني في التليفون ويقول لي انا عايز كيكه وابوس ايديكي ما تعملهاش بالشوكولاته. انا اسكت؟ لا والله طلعت الشيف اللي جوايا كده وعملت له النهارده جاتوه الخلاط حاجه كده مش قادره اقول لكم. هو طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. استنوا كمان هطلع لكم قطعه عشان تشوفوا الجمال والحلاوه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل كل امر عسير يا رب. بسم الله. بصوا بصوا جمال، يا نهار ابيض على الجمال، اللهم بارك. جاتوه ده بقى ولا مش جاتوه؟ بصوا شايفين الصوص نازل ازاي، خطيره بجد. بصوا بسم الله، بصوا بصوا الطراوه، طروه الكيكه بطريقه بجد حلوه جدا جدا. ان شاء الله تعجبكم جدا جدا وتعالوا تحمسوا معايا وندخل على الفيديو. نظره اخيره، بصوا الكيك على فكره هي يا دوبك احطها على الترابيزه كده جنب حاجه نشربها مش هتتبقى اصلا. بصوا ما شاء الله